بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا المعتاد هو حول ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يكرهه، وكنا قد توقفنا في بعض محاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأمكنة والأزمنة والأطعمة ونحو ذلك. اليوم سنتوقف في سرد هذا البرنامج وننتقل إلى برنامج يعني ما يطلبه المشاهدون إن صح التعبير، وهو فيما تحدثنا عنه يوم الاثنين الماضي عن كيف تختار زوجتك وكيف تختارين زوجتك. لماذا هذا الموضوع بهذا الاهتمام؟ لأنه حديث الساعة، وكثير من شبابنا وشاباتنا الذين يعيشون خاصة في أوروبا مع اختلاف العادات والتقاليد ودخول الفتن بعضها في بعض وتعرضهم لأمور كثيرة، وأيضا نشأتهم في بلدان غير إسلامية أدى إلى اختلاط المفاهيم عندهم، أو أدى إلى خلينا نقول ضعف التمسك بالدين. فبالتالي هم مع حبهم لله ومع حبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ومع حبهم للإسلام واعتزازهم به، إلا أنهم يبحثون عن المخارج الشرعية التي تخفف لهم هذا المجال. ولكون بناء الأسرة الإسلامية أمر مهم في الشريعة الإسلامية، ولأن أول من تتكون المجتمعات هي تتكون من خلال بناء الأسرة، كان لا بد أن نتنزل أو أن ننزل إلى الميدان ونحاول نناقش هذا الموضوع مع الجنسين بكل رحابة صدر وتفهم. يعني أسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال الشاب: يا رسول الله أحل لي الزنا، أحل لي الزنا يعني اجعله حلالا لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني، فدنا منه. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، فهل ترضاه لابنتك؟ فقال الشاب: لا، فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. وهكذا ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم وضع يده في صدره وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاليوم المخاطبة مع الشباب لا يكون بأن هذا حرام وهذا حلال وعليكم أن تتقوا الله، إنما الكلام والحوار سيكون: لماذا حرم الله عز وجل هذا وما هي أضراره؟ ولماذا أباح الله عز وجل هذا وما هي أضراره؟ وكذلك مشاهدي الأكارم، الأسر التي بنت يعني أسر عظيمة والتي أخرجت لنا عبادا صالحين بل قادة، هذه الأسر العظيمة هي التي حقيقة بنت بيوتها من خلال شرع الله تبارك وتعالى. دعونا نأخذ مثلا جملة سريعة أو خطوات سريعة حول الزواج الشرعي. الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل في قلب الرجل ميول للمرأة، وجعل الله في قلب المرأة ميول للرجل، ولكن الله سبحانه وتعالى ميز المرأة بالحياء والعفة، وميز الرجل بالرجولة. وبالتالي كان المبادرة غالبا في الرجل الذي يريد أن يتزوج، وجهه الإسلام بأن يبحث عن ذات الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولدينها ولحسبها.
لجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حينما الشاب يرغب الزواج من فتاة يبدأ يبحث عن الفتاة، وغالبا ما يكون هذا الشاب سواء كان من أوروبا أو كان من خارج أوروبا، غالبا ما يبحث هذا الشاب للمرأة الصالحة المتحجبة الدينة التي غالبا ما تكون في بيتها قارة ليست خراجة ولا ولاجة، يسأل عنها من خلال أمه وأخواته وأيضا خالاته وعماته حتى يبحثون له الفتاة المناسبة. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم سنعود إليكم. بدين عظيم هو السامي. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. السلام عليكم، عدنا إليكم مشاهدي الأكارم. العذر والسموحة، كان هناك خلل أصلحناه، ثم نستأنف الآن الحلقة بإذن الله. أقول هذه هي أسباب اختيار الزوجة. الزواج هو بناء أسرة، ليس الأمر حقيقة سهل وليس لعب ولا هو علاقة لمدة سنة وسنتين وتنتهي، لا، هذه علاقة إلى أن يموت الإنسان وإلى أن تموت الزوجة، علاقة مستمرة. فبهذه النية حينما يدخل الشاب والشابة فإذن هو أمر كبير، فلا يستطيع الإنسان أن يدخله
حقيقة بدون أن يقيم عليه دراسة وبدون. فعلى كل حال عادة ما يقوم الإنسان بإرسال النساء والأخوات والإخوة، لأن هذا هو الشيء الطبيعي. المرأة عادة في الإسلام تكون متسترة وتكون قارة في بيتها، ما تستطيع تجدها في كل مكان وفي كل ما هب ودب، فبالتالي أنت تصل إليها من خلال بنات جنسها، فتسأل عن هذه الأمور، وتكون الخطابة الثقة تنقل لك الأخبار بكل روية. ثم بعد ذلك تستخير الله، لأنك مهما حصلت على المعلومات لا تستطيع أن تقدم على هذه المرأة لكثير من الأمور قد تخفى عليك، ولا تدري هل طبيعتها تتفق مع طبيعتك، وهل مزاجها يتفق مع مزاجك، هل يعني الأرواح جنود مجندة، فما تآلف منها فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فبالتالي لا تدري هل لمجرد أنها جميلة ممكن أن تكون يعني مناسبة لك وفي طبعك. هذه أمور لا يمكن يعرفها إلا الله عز وجل. فبالتالي ما هو حلها؟ حلها الاستخارة، أن تستخير الله مرات وكرات في زواج فلانة الذي أنت بعدما يعني استطعت أن تصل إلى المعلومات عنها واقتنعت بها، يعني في مثلا في دراستها، في وضعها الاجتماعي، في عقلها، لمن تقرأ، لمن تحب، من تحب، كيف وضعها، كل هذه معلومات هي تجمع حقيقة قبل أن تقدم. ويبقى لك بعد ذلك أن تستخير الله، ثم تطلب الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية أيضا ذكرنا في الحلقة الماضية ينبغي للمرأة أن تهتم بها، لأن هذا الرجل راغب يريد أن يتزوج، سيدفع مال، سيفتح بيت، سيبني أسرة، لذلك ينبغي المرأة أن تريه أجمل ما لديها، ليس أنها فقط تأتيه متحجبة إلا وجهها وكفيها كأنها يعني تزور أغارب أو تزور غرباء أو يزورونها غرب. لا، الموضوع فيه زواج، وسوف يرى منها هذا الرجل ما لا يراه لا أبوها ولا أمها، لا أبوها ولا أمها. وبالتالي اللي يجب عليها أن لا أقول أن تتزين وتضع المساحيق على وجهها، لا، فهذا محرم، هذا محرم. بعض العلماء أجازوا شيء من الكحل، لكن حتى الكحل ينبغي أن لا تضع في عينيها المرأة، وتكون على طبيعتها، لا تغش الرجل، فتكون على طبيعتها. لكن لا بأس أن يكون الشعر مسرح، ويكون الوجه مكشوف، وتكون الذراعين مكشوفة، وجزء من الصدر مكشوف، ويعني أيضا جزء من الساقين مكشوفتين، وهكذا، أن هذا زواج. وبالتالي أيضا تجلس مدة يستطيع هو أن يراها يعني. وأيضا المفترض أنها تقوم وتذهب وتعود وتذهب حتى يرى مشيتها، يراها من خلفها، يراها من أمامها. هذه رؤية شرعية يا جماعة. يعني مجرد أن تأتي المرأة وهي تحمل العصير وتقدم 5 دقائق يقول لها أبوها خلاص يكفي. لا يا أخي لا نكون في طرفي نقيض نتشدد في أماكن لم يشدد فيها الشرع. ولا بأس أيضا إذا رآها مرة أن يعيد الرؤيا مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى فعلا يطمئن قلبه. وينبغي أيضا على الأسرة أن يكونوا مستعدين لهذا الأمر. وأنتم تعلمون ذلك الشاب الذي قال للصحابة في أسرة من الأسر، قال لهم إني راغب في زواج ابنتكم وإني أرغب في النظر إليها، فرفضوا وتحرجوا من ذلك. فقال لهم إن ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت الفتاة وقالت له أأمرك الرسول الكريم؟ قال نعم. قالت إذن فانظر. ففعلا نظر إليها فأحبها وتزوجها. هكذا هذه الطاعة يعني التي هي لدين الله ولشرع الله هي التي تبني الأسر الصالحة. إذن لا نتشدد يا إخواني في أننا نسمح للخاطب إذا كان فعلا قد سألنا عنه،
طبعا أيضا اليوم هو اليوم كيف تختار زوجتك وكيف تختارين زوجتك. يعني اختيار الزوجة يا أختي، أنت أيضا لا تستطيعين أن تجمعي المعلومات عن الزوج كيف هو يصلح لك ولا ما يصلح لك. لا بد لك من أنك تكلفين أهلك في أن يسألوا عنه عن 3 أمور هي التي تهمك بالدرجة الأولى، وهي مذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية فساد عريض. 3 أمور، ورابعها ممكن أن نأخذه من حديث الجهم بن صفوان حينما خاطب تلك الصحابية التي استشارت النبي عليه الصلاة والسلام، أظنها حمنة بنت جحش، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجهم بن صفوان لا تنزل العصا عن عاتقه، ومعاوية بن أبي سفيان رجل صعلوك لا مال له. فنضيف أنه يكون أيضا ذا مال، يعني يكدح ويعمل. لا نطلب أن يكون غنيا ثريا، ولا نطلب أيضا ولا نرضى أيضا بفقير ليس له مال، يعني سيجوع البنت. كيف نعطيك؟ لا عندك عمل، لا عندك مجال، ولا عندك أي مصروف، كيف ستأكل أنت وإياها؟ لابد أن يكون هناك ولو شيئا بسيطا من العمل، ثم يفتح الله تبارك وتعالى بهذه الأمور. يعني من جاءكم من ترضون دينه، أنا كيف أعرف أن هذا الرجل دين؟ للأسف كثير من أسرنا الإريترية لا يهتمون بالدين، ولا يهتمون بالخلق ولا بالأمانة، يهتمون فقط ابن من هو، يعني يسألون عن الأسرة ولا يسألون عن الشخص هذا نفسه كيف هو. فمع العلم أنه ينبغي للأب أو لولي المرأة أن يذهب إلى عمل الرجل فيسأل عنه، عن تعامله وعن أمانته وعن حرصه للعمل. فإذا كان لا يداوم مثلا أو مهمل في دوامه فهذا رجل قليل الأمانة، أو كمان وجدوا عليه كذبا يكذب كثير مثلا، فهذا الرجل أيضا لا يصلح، ليس أمينا. أو مثلا وجدوه سيء الخلق، كثير المشاكسة مع زملائه، فإنه يمكث في عمله 8 ساعات. كذلك أيضا المسجد المجاور للعمل يسأل عنه: هل يصلي هذا فلان أو لا يصلي؟ يعني إذا كان الرجل مفرط في صلاته كيف تزوج ابنتك؟ صعب. إذن بعد ذلك أما فيما يتعلق أنا أريد أن أحبه أو أريد أن يتعلق قلبي به وكيف أتزوج رجل كذا، الرؤية الشرعية تبين لك ذلك يا أختي. أنت حينما ترين الرجل 2 و3 في مجلس مع وجود المحارم، فإن قلبك سيرتاح له أو لا يرتاح له، واحدة من الاثنين، إما أنك ترتاحين له أو لا ترتاحين. لذلك النظر نظر القلب وليس نظر العين، فإن القلب هو الذي ينظر، هو الذي يرتاح، وهنا الأرواح تتآلف تتعارف أو تختلف. فبالتالي النظرة يا أختي بجلسة واحدة أنت ترتاحين معه أو لا ترتاحين. ثم أيضا الاستخارة مرة و2 و3 وعشرات المرات تستخيرين في هذا الرجل: هل يصلح أن يكون أبا لأولادك؟ هل هو سيحميك؟ هل هو مكد؟ هل ستبني أسرة عظيمة معه؟ كل ذلك لا يعرفه إلا الله عز وجل. أما الحب فقد تكفل الله به. معاشر الشباب ومعاشر الشابات، الحب تكفل الله عز وجل به. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه من الآيات، يعني هي من المعجزات، تدخلت عناية الله من أجل بناء الأسرة، أن الله يضع في قلب المرأة حب عظيم للرجل، ويضع في قلب الرجل حب عظيم للمرأة، وهذا يتم بعد أن يقول الرجل: قبلت زواجها. فحين ذلك تبدأ هذه الآية العظيمة في قلبي الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة. إذن الله سبحانه وتعالى، مشاهدي الأكارم والمشاهدات، تكفل بهذا الحب، فلا نبني الحب قبل أن نعقد، إنما نبنيه بعد أن نملك ونعقد. هكذا. إذن هذه خلاصة سريعة للزواج الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. الآن سنسمح النقاش لمشايخنا وأساتذتنا وللشباب من أراد أن يساهم عبر الرقم الموجود في الشاشة،
0 44 79 47 83 14 17. هذا الرقم تواصلوا فيه معنا، وخذوا أيضا الروابط المهمة للمناقشة حول هذا الموضوع. وكم كنت أتمنى أن أسمع رأي المرأة. طبعا أي نعم، الآن سنبدأ بشيخنا وأستاذنا وحبيبنا الشيخ محمد عبد الله أبو عبد الهادي، وقد كان معنا في الأسبوع الماضي، وهذه نعمة من الله أن مشايخنا معنا، الله يحفظهم لنا يا رب. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ، أنورت الشاشة، نورت وأنورت، وكل عبارات الترحيب لك شيخنا. طيب، نريد طرحا جديدا اليوم شيخ محمد حول ما ذكرت لك، لأن بعض الشباب والشابات سألوني كثير ممن تزوجوا بالطريقة الشرعية، الحمد لله أسر بنيت وحصل خير، كذلك أسر حصل بينها خلاف، وهناك أيضا شباب وشابات تزوجوا من خلال العلاقات ما قبل الزواج وحصل منهم أيضا أن استمرت أسرهم. فهل هذا يعني أن سبب اختلاف الذين تزوجوا على الشريعة أن الشريعة هي التي كانت السبب، لأنه لم يتعرف عليها ولم يبني معها حب؟ وهل يعني نجاح بعض الأسر التي تزوجت بالمخالفة الشرعية أصلا وبنوا علاقات محرمة، هل هذا يعني أنهم أن الشريعة الإسلامية لأنهم خالفوا الشريعة الإسلامية وخالفوا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أو زادوا عليها إن صح التعبير؟ ولا نقول هذا التعبير، وإنما نقول مثلا وجدوا فرصة للتفاهم بينهما من خلال هي عرفت طبعه وهو عرف طبعها، فبالتالي وجدت أن هذه هي رغبتها فتم الزواج. حول هذه النقطة مهمة نريد تعليقكم شيخ محمد عبد الله محمد سعيد، الداعية المعروف من اسطنبول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، لا بد أن ندرك تماما أننا ننتمي إلى أمة الإسلام، إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ما ترك أمرا من أمورنا إلا وجعل لنا فيه سبيلا، لم يترك شيئا إلا وشرع لنا فيه ما يجعلنا نتخذه منهاجا في حياتنا. وهذا الأمر هو من الأولويات في الشريعة الإسلامية، لأن تكوين الأسرة يعني من الأهمية بمكان في هذا المجتمع المسلم العظيم الكبير. فلذلك موضوع الاختيار وموضوع الخطبة وموضوع الزواج، كل هذا الله جل وعلا شرع لنا فيه تشريعا، والنبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطوطا، بل رسم الطريق، لا ينبغي الخروج عن هذه الخارطة يعني يكن السبب. يؤسفني أن أقول يا شيخنا أن المطالبة ببعض التنازلات عن هذه الضوابط الشرعية أخشى أن يكون هو من قبيل تقليد الغرب الكافر. الغرب الكافر هو يعاني الأمرين ويعاني الويلات في حياته اليومية، أمورهم مفتوحة منفلتة، بينما لو نظرنا ورجعنا إلى الوراء قليلا سنجد أن أمورهم كانت أفضل من هذا، لأنهم كانوا ينضبطون ببعض الضوابط التي كانت عندهم وورثوها عن آبائهم وأجدادهم. ولكنهم حينما بدأوا يتخذوا ضوابط انفلت، وأصبح الرجل يعيش مع المرأة بغير أي رابط، ليست زوجته إنما هي صديقته، أو أنه يريد أن يجربها لفترة، ثم إذا صلحت له بعد ذلك يتمم الزواج. أخشى أننا نبدأ نطالب بمثل هذه الأمور تدريجيا، وإن كان الآن لا يمكن لأي مسلم أن يطالب بهذه المطالبات، لأنه لا زال في الأمة خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ذراعا بذراع، شبرا بشبر، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهكذا. فبالتالي لا بد من أن الإنسان ينضبط بضوابط الشريعة. نحن في هذا الأمر
عندنا فسحة في الشريعة الإسلامية، إذا أخذنا بهذه الفسحة بالشكل المطلوب سنجد أن حياتنا ستكون حياة مستقرة بفضل الله ورحمته. قلنا أنه يجوز للشاب أن ينظر للشابة النظرة الشرعية، ولا مانع من تكرار هذه النظرة، لا مانع من أن يكلمها وتكلمه في حدود الضابط الشرعي، لا مانع من أن ينفرد بها في وجود الأهل بجوارهم، وهكذا. ثم انظر بعد ذلك أن هذه الأمور لا تغني من أن يعاشر هذه الفتاة حتى يعرف دواخلها وتعرف دواخلها. فبالتالي إذا رضيها في هذه الأحوال فإنه بعد ذلك ينتقل إلى الخطوة التي بعدها، وهي الخطوة الأهم، وهي خطوة العقد. إذا ربط بالعقد الشرعي في هذه الفترة ما بين العقد الشرعي وما بين ليلة الدخول، هنا في هذه الفترة ربما هناك انفتاح أكثر وفسحة أكثر، يجوز له أن يختلي بها، يجوز له أن يأخذها يعني يتمشى معها ويخرج بها. هنا في هذه الفترة ربما سيتقرب إليها وستتقرب إليه أكثر وأكثر، ويتفاهمان أكثر، ويعرف الواحد منهم انطباع الآخر بشكل أفضل مما كان. قد يقول قائل: وهل الآن يعني يمكن للطرفين أن يتراجعا يعني عن الزواج؟ أنا أقول نسبة التراجع أنا في وجهة نظري ستكون قليلة وضعيفة، ولكن إذا حصل في هذه الفترة أنا عندي أقول لا بأس، قبل أن يدخلوا وقبل أن يكون عندهم أولاد ربما في هذه الفترة الفراق يكون أفضل وأحسن. وهكذا بهذه الأمور سنستطيع أن نقترب إلى الوضع الأفضل بإذن الله تعالى. ثم أنه بعد الزواج لا بد أن يعلم الطرفان أن التوافق التام هذا يكاد يكون مستحيل. لا يمكن أن يكون هناك توافق تام بين الطرفين، هناك تقارب كبير يعني ممكن يصل إلى 80%، ولكن هناك يعني مساحة من الاختلافات، وهذه نردم هذه الفجوة بعدة أمور. الأمر الأول، لا بد أن يعرف الزوج حق زوجته، والزوجة تعرف حق زوجها. لا بد أن نعرف كيف نختلف، وهذه يعني عليها محك كبير يا شيخ برهان. يعني كثير من الأزواج يقعون في الإشكاليات ويقعون في النزاعات لأنهم لا يعرفون كيف يختلفون. تجد أن الرجل يتعصب لرأيه والمرأة تتعصب لرأيها، الرجل أحيانا يكون ظالم وأحيانا تكون المرأة ظالمة، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى الانفلات وإلى يعني فسخ هذه الرابطة العظيمة. فبالتالي لا بد أن نعرف أن هناك الاختلاف، ولا بد أن نعرف كيف نناقش أمورنا، كيف نحترم آراء بعضنا، كيف نعرف حقوق بعضنا البعض. إذا فقهنا هذه الأمور وإذا استطعنا أن نستوعبها كما ينبغي فإن الحياة ستمر. أتظن يا شيخ برهان أن الزوجين المتحابين بل اللذين وصل إلى درجة العشق أتظن أنه ليس بينهما خلاف؟ والله يوجد خلافات، ليس خلاف، ولكنهم يعرفون كيف يراضون بعضهم البعض. خلافاتهم لا تخرج عن إطار غرفة النوم، يعني تخرج خلافاتهم إلى الخارج، لا تخرج خلافاتهم إلى أقرب الناس، لا تخرج خلافاتهم إلى أولادهم. فلذلك تجد أنهم حينما يخرجون من غرفة النوم تجدهم يعني وكأنهم لا يوجد بينهم خلافات، لأنهم يعرفون كيف يختلفون ويعرفون كيف يحلون إشكالاتهم دون أن يكون هناك تدخلات خارجية ودون أن يحتاجوا إلى من يتدخل بينهم. فلذلك إذا فقهنا هذه الأمور وفقه الشباب والشابات هذه الأمور سيعرفون أن الضوابط الشرعية هي الأصلح لهم في تكوين حياتهم وتكوين أسرتهم وتكوين هذا المجتمع الإسلامي العظيم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك. وإذا كنا نقول أن هذه كما يقال دقة قديمة يعني خلاص لا يصلح لهذا المجتمع فقد أخطأنا. نحن نعم عندنا وسائل ربما
من تتيح لنا التقارب وتتيح لنا الفهم بشكل أفضل، ولكن الضوابط الشرعية لا تتغير، هي التي كانت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم هي الآن باقية. وأبشرك يا شيخ برهان، عندنا أعداد كبيرة جدا من الشباب والشابات حصلت بينهم زيجات بهذه الطريقة التي نتحدث عنها، والله أنهم يحبون بعضهم البعض وحياتهم مستمرة وحياتهم دافئة. والذين حصل بينهم خلافات وشقاقات وانفصلوا إنما كان من قبيل عدم فهمهم للطريقة التي يديرون بها حياتهم بالطريقة الصحيحة، مما نتج عنها هذا الانفصال. وطبعا هناك أسباب أخرى للانفصال، من أهمها أنه لا يسألون عن الشاب ولا يسأل الشاب عن الفتاة، فيجدها بخلاف ما كان يتوقع، وهذا شيء طبيعي أن يحصل بينهم فراق واختلاف، والله المستعان. يا سلام، جزاك الله خير أبو عبد الهادي، طرح جميل وسرد رائع، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نريد أن نسمع رأي الشيخ أبو ياسر من بريطانيا. أبو ياسر أهلا وسهلا، أنت معنا من بريطانيا. نريد الحقيقة أن تنقل لنا الواقع، ثم معنا أيضا الأستاذة خديجة سنستمع صوت المرأة كذلك ورأيها في هذا المجال. تفضل أبو ياسر. أبو ياسر تواصلوا معه، يبدو أنه قطع. طيب نذهب إلى أستاذة خديجة. أستاذة خديجة معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة خديجة، حياك الله. يا هلا وسهلا فيكم. تفضلي. طيب أنا ما سمعت لم أسمع أساسا الموضوع يعني في البداية ولا السؤال، تأخرت الدخول، فيا ريت السؤال. طيب الموضوع هو كيف تختار زوجتك وكيف تختارين زوجتك، ولكن هنا الآن طرح جديد. الشباب والشابات يقولون أنتم بناء على التقاليد والعادات القديمة لا تسمحون للشاب أن ينظر للشابة في النظرة الشرعية إلا النظر القليل من 5 دقائق إلى ربع ساعة فقط، والشاب بحاجة إلى أن يعرف ويتفهم وضع المرأة، والشابة أيضا بحاجة أن تعرف طبيعة الرجل وتفهمه. فبالتالي لماذا لا يكون هناك لقاءات في الخارج وتعارف وتواصل واتصالات، وبحيث هي تعرف ما الذي يحب هذا الرجل ويكره، وهو كذلك حتى يعرف ما الذي هي تحبه وتكره، فيتعرفون طبيعتهم وكذا. في حين يعني يقولون نحاول قدر المستطاع أن لا نصطدم مع الشريعة الإسلامية ونقع في المحظورات التي حرمها الله عز وجل، لا، يكون ذلك من خلال مثلا وجود الأسرة، أن يكون هناك مثلا خروج إلى المقهى. وبالتالي يعني عندهم أفكار يطرحونها الآن بشيء جديد. الخلاصة يريدون أن يكون للشاب عنده كافة الحرية الكاملة للجلوس مع البنت، والبنت أن يكون عندها الحرية الكاملة للجلوس معه. لم يصلوا حتى الآن إلى الخروج، طبعا الخروج وكذا الشريعة الإسلامية ترفضه، والعوائل المحافظة أيضا ترفضه، فبالتالي لم يقولوا هذا الكلام، لكن قالوا إحنا أصلا نقابل الفتاة في الجامعة ونراها ذاهبة وقادمة، أو إذا كانت موظفة. يعني اليوم أيضا النساء سواء كان في الخارج والخارج يقودن السيارات وممكن اللقاء بها، لكن يعني ما وصلوا إلى هذه الجرأة حتى الآن. هم يطالبون بأن تكون مدة الجلوس مع الفتاة في الرؤية الشرعية أطول، ويكون هناك حرية أفضل. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني في الإسلام جعل قواعد أساسية في اختيار الزوج والزوجة، فحدد مثلا بالنسبة للرجل قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الأمر بالتزويج يعني والمسارعة بالتزويج، هذا الرجل الذي يكون ذا خلق ودين، مع عدم إغفال ما تبقى من الشروط حسب الزمان. يعني في زماننا هذا
الدين والخلق هما أساسيان في كل زمان، لأنه بهذا تحفظ المرأة ويحفظ العرض ولا تظلم ولا تقهر، سواء الرجل سواء المرأة، مع وجود طبعا أمور أخرى حسب المجتمعات، إذا كان مثلا يركزون على الجوانب المادية والجوانب العلمية والمكانة الاجتماعية إلى آخره. بالنسبة للمرأة جاء الإسلام أيضا وضع يعني مواصفات أو إضافة اختيار المرأة، فأخبر أن المرأة تنكح لأربعة: لجمالها، لمالها، لحسبها، لنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. جعل هذا هو المعيار. الآن الرجل عندما يختار المرأة أو المرأة تختار الرجل، من حقهم أن يتعارفوا على بعضهم البعض حتى تقع الألفة، لكن الإشكالية ليست في التعارف، الإشكالية في الكيفية التي يتم بها التعرف على شخصياتهم، على ما يحتاجون معرفته لسير هذه الحياة أو لبناء هذه الأسرة. فإذا الاختلاف أساسا هو في الكيفية فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ذلك الصحابي الذي ذهب إلى خطبة امرأة: هل نظرت إليها؟ قال لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا أول أشكال التعارف، أن يتعرف على شكلها وبنيانها، وليس الرجل فقط، إنما المرأة أيضا. نعم، واصل يا أستاذة. قطعت. طيب، يبدو أن الخط انقطع على الأستاذة خديجة. الآن جمع. طيب، نسمع الأستاذ حسين. أستاذ حسين، سعادة المهندس حسين، ثم نعود إن شاء الله للطرح الجميل من الأستاذة خديجة. المهندس حسين، ألو. طيب، إذا نعود إلى الأستاذة خديجة. طيب. مرحبا، واصلي يا أستاذة. طيب، الآن عندما تنظر المرأة إلى الرجل، فهذا أدعى أيضا لوقوع القبول الحسي، يعني بالنظر إلى نفسها فتقبل منه. نأتي إشكالية الناس، وهذا من الإشكاليات العامة جدا، أنه الرجل يحتاج أن يتعرف إلى المرأة ويتحدث إليها، والذريعة أنني أراها في الجامعة وهي تركب السيارة وهي، فبالتالي طبيعي أنني أجلس معها وقتا كافيا حتى أتعرف عليها، وكذلك المرأة تستدل بنفس الكلام. إذا نقف هنا عند سؤال مهم: إذا كنت أنت أيها الرجل وأنت أيتها المرأة التقيتم في الجامعة أو في أماكن عامة، وهذا ما دعاه إلى خطبتك أو دعاك إلى القبول بخطبته، معناها أنك أنت سلفا، أو أنت أيها الرجل قد وضعت الأشياء التي تحتاج أن تعرفها عنها في اعتباراتك. بمعنى أن الرجل يجب أن يحدد ما الذي يريد أن يتعرف فيه إلى المرأة. لا يستطيع في جلسة ولا جلستين أو 3 جلسات أن يتعرف على سيرة حياة كاملة جدا وبناء عليها يبني أن أوافق أو لا أوافق. إنما هناك أساسيات. أحسنتي. والمرأة نفس الشيء، يجب أن تحدد ما الذي تحتاج أن تعرفه. هل تحتاج أن تعرف سلوكياته التي لا تبدو أنها مرئية مثلا؟ هل تحتاج أن تتعرف على شخصيته هو؟ هل تحتاج أن تتعرف على ردود أفعاله؟ هل تحتاج أن تتعرف على مبدئه في الحياة؟ ما الذي تحتاج بالضبط أن تعرفه يجب أن تحدد. أما هكذا عنوان كبير أريد أن أتعرف عليه حتى، طيب إلى متى سوف تستمر عملية التعرف؟ شهر، شهرين، 3؟ العائلات المحافظة عندما ترفض هي عندها مخاوفها ولا ترفض الفكرة، لكن عندها المخاوف ولا تعرف الآلية السليمة الصحيحة الموافقة للشرع للقيام بعملية التعرف. لذلك طيب، هنا دائما نقول جميل، هذا طرح جميل أستاذة خديجة. يعني باختصار، ما الذي توجهين به الفتاة المسلمة والفتى المسلم؟ نحن في السابق كنا نقوم بعملية التعرف، هذه العائلات تقوم بها، فالأب يقوم بالتعرف على زوج ابنتي أو خطيبها وجمع معلومات كافية عنها، فيقوم هو بهذه المهمة. الآن مع توسع هذه العملية صعبة، لذلك يجب أن يحدد الرجل ما الذي يدعوه إلى الزواج لهذه المرأة، ما هي الأشياء التي يرغب في تواجدها في هذه المرأة التي يرغب أن يتزوج بها، ويبحث بناء على هذه الأشياء فيكون يتعرف عليها بشكل مباشر في وجود عائلتها، ولا داعي للخروج للمكان العام، لأنه ما أريد أن أعرفه أستطيع أن أعرفه عند زيارتها في وجود محارمها عندما أكون صادقا. ونفس الشيء المرأة. لكن المرأة هنا عندي ملاحظة: المرأة لن تستطيع أن تتعرف على الرجل كما هي ترغب، إنما يجب والدها أو أخ
ما الذي يخفيه أو ما الذي يعلن ما يقوم به. إذا الإشكالية هي دائما في الأسلوب المتبع في عملية التعارف والتقارب، وهذا مطلوب لكن ضمن الضوابط الشرعية بدون مبالغات، بدون الخروج عن الواقع وعن العرف وعن الإسلام في هذه النواحي. جميل. وهذا كلام أنت يعني ترينه أنه ممكن أن يتم يعني تطبيقه حتى في البلدان الأوروبية، وأن الشاب والشابة الإريتريين الذين عاشا في الغرب ويعني تطبعوا بطباع الغرب أيضا نوجههم بأنهم يلتزمون بالتعاليم الإسلامية. هذا أنت قلتها يا شيخ برهان، تطبعوا بطبع الغرب، لذلك توجيههم من خلال هذا الكلام أو بهذه الأشياء لا يمكن، لأن هم يعني عندهم ليس هناك حدود وضوابط للموضوع. التوجه هذا يحدث فقط في العائلات المحافظة أو من يرغب أن يسير في مسألة الزواج بجدية، وليس كالأسلوب الحديث في التعارف والأسلوب الحديث في الزواج والتفاصيل الحديثة التي دخلت علينا وأفسدت علينا هذه الحياة. يعني لا نستطيع أن نقول هذا الكلام إلا من يوافقنا أن المنهج في التعارف هذا هو المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى في مسألة الزواج فقط. أما ما يخالف هذا الأمر فيصعب إدارة هذا الأمر معه. شكرا لك أستاذة خديجة، جعل ذلك موازين حسناتك، بارك الله فيك. شكرا لك. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. يا أمان الله. المهندس حسين جاهز؟ ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة المهندس حسين الجبرتي، سمعت النقاش، أعطينا رأيك، الوقت حان يعني بدأ يداهمنا. حقيقة أولا سعيد جدا باستضافتي في هذا الوقت الجميل في قناة سلام، وفي الحقيقة الموضوع كبير جدا، ويا ليتني أعديت ما أستطيع أكثر يعني أن أعده لهذه الاستضافة الجميلة. هو عنوان الحلقة كيف تختار زوجتك، وأقدر أقول أنه هذا الموضوع مهم جدا، لأنه تترتب عليه حقيقة مسألة مهمة في تتعلق بالسعادة والهناء بعد الحياة الزوجية. طبعا الزواج هدفه الأساسي هو الحصول على السعادة والهناء والاستقرار وإنجاب الذرية الصالحة وبناء الأسرة المسلمة الصالحة. ويعني لا أظن أن إنسانا يدخل في الحياة الزوجية أو يدخل في حياة زوجية وهو يعني يعد نفسه للانفصال أو للإشكال أو للمشاكل. طبيعة الحال لا، الهدف الأساسي من الزواج هو السعادة والاستقرار، وأيضا دعم الحياة. المرأة سند للرجل والرجل سند للمرأة. طيب جميل، هذه مقدمة جميلة يا شيخ حسين. أعطينا الآن رأيك، كيف نعالج الشباب، هؤلاء الشباب الذين يقولون يا أخي أدونا فرصة؟ هل هذا كلام واقعي؟ هو بلا أدنى أولا الزواج هو شريعة إسلامية. جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على الزواج. فأولا وقبل كل شيء، إذا كان الرجل سيتزوج المرأة بناء على العقد الذي يبنى شرعا، فلا شك أن الهدي الإسلامي والهدي النبوي والهدي القرآني هو المفتاح. لا يمكن أن ندخل إلى حياة زوجية تبنى على أساس الشريعة الإسلامية وفقا لقواعد مثلا غربية أو شرقية أو أرضية أو لا تصلح أو ليس لها علاقة بدين الإسلام. هذا أولا، يعني لا يمكن أن تدخل إلى الحياة الزوجية وفقا لوجهة نظر الغربيين الملحدين أو طيب الناس يعني أنت تقول للشاب يا شاب اتق الله، بلاش حركات بركات تروح تتعرف عليها في الجامعة وتبغى تجلس معاها وتبغى كذا، بلاش الأمور هذه. هذا رأيك؟ والله التعرف هذا إلى أي درجة هو عميق، لكن هذه نقطة يعني. لكن مجرد معرفتها في الجامعة، معرفتها في السوق، معرفتها في مصلى، معرفتها في حلقات تحفيظ عن طريق أخواتها أو هذا لا شك أنه في الأخير بشر ونسكن في كوكب واحد هو كوكب الأرض، وإحنا نسكن جنب بعضنا. يعني في الأخير يمكن أن تعرف المرأة، لكن أن تتعرف إلى درجة أنك تخرج معها وتذهب معها وتنام معها
وأكثر من ذلك أو أقل، دون أن تبرم العقد الذي على أساسه تستحل هذه المرأة، أنت تدخل في ما هو شرعي وإسلامي، دين وعقد مبني على الكتاب والسنة، ولكن أحسنت بطريقة أحسنت. أخرى مخالفة للشريعة. ولكن سعادة طبعا هذا أيوة تفضل، بس اختصر لأنه هذا بلا أدنى شك خطأ ويجب أن يصحح. ولكن في الهدي النبوي وفي الهدي القرآني ما يساعد الإنسان على إحسان الاختيار. فمثلا لدينا في السنة النبوية الحديث اللي ذكرتموه، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولا شك أنا يعني لا أعرف أن الشرع يمنع من أن يتواصل الإنسان دون خلوة شرعية مع المرأة التي يخطبها أو يعقد عليها قبل أن يرتبط بها كزوجة، فيتأكد أن مواصفاتها الشخصية تناسب مواصفاته. لأنه الحقيقة الإنسان الواحد، الشخص الواحد في حد ذاته يملك الكثير من الصفات. كل إنسان لديه صفات متعددة، لديه الحلم، لديه ربما بعضهم لديه الغضب، بعضهم لديه يجمع بين الصفتين، بعضهم بطيء في إنجاز الأمور، بعضهم سريع فيها. الإنسان في حد ذاته هو لديه صفات، وفي حد ذاته أيضا ربما يكون لديه بعض التناقضات. يا سلام يا طرح، يبدو أننا سنستضيفك في ساعة كاملة هنا في الاستديو المهندس حسين حتى نستفيد منك إن شاء الله. شكرا لك على هذه المداخلة، نفعنا الله بعلمك وحلمك وإرشاداتك. فضيلة الشيخ جمال سعيد من بريطانيا، أهلا وسهلا. سنختم بك إن شاء الله هذه الحلقة والمجال لك تتكلم. ياسر جاهز؟ طيب إذا نعطي كلمة للشيخ جمال ثم نعود لياسر، ولا نقدم ياسر؟ أنا أريد أن أختم بالشيخ جمال وأعطيه فرصة أكبر. شيخ جمال ننتظر بالله دقيقة نرجع إليك حتى يكون لك المجال أكثر. أهلا وسهلا، وهذه الابتسامة الجميلة، بالله هذه قبلة على راسك. ياسر، أبو ياسر حياك الله من بريطانيا، مرحبا تفضل. ياسر كندا، ياسر سراج من كندا، أهلا 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 تفضل. نعم حياك يا شيخ برهان، انت حبك كبير لاهل بريطانيا وهذا غير عادل الموضوع يعني. لا والله كلكم عندي والله عين يمين وعين يسار والله كلكم. يا مرحبا يا مرحبا. المهندس المحاسب الكبير والمدير المالي الأستاذ ياسر سراج أبو آدم، أهلا وسهلا بك. من تورونتو ولا من أتوا؟ من تورونتو. من تورونتو، يا مرحبا تفضل. أعطينا رأيك الجميل وأنت في قلب أوروبا وتعايش العادات والتقاليد الإريترية الإسلامية الأوروبية مختلطة كده، خلطة كوكتيل. هذا الميكس العجيب يا شيخ برهان، هذا الميكس العجيب. طيب خلينا نسمع. أنا ما أطول عليكم، المشايخ جزاهم الله خير كلهم وضحوا الجانب الشرعي فأنا ما راح أعيده، لكن نتكلم على الشباب. طبعا كما أنا فهمت السؤال إنه كيف تختار زوجتك. نعم. فبالتالي أنا أرى إنه الشاب عشان يختار زوجته لازم يبدأ من حيث انتهى الآخرون. من هم الذين انتهوا؟ اللي هم أصحاب الخبرة، الأشخاص المتزوجين أوريدي واللي عندهم أطفال، الأشخاص اللي تزوجوا من بيئات مختلفة. تمام؟ نعم. فبالتالي يشوف هذه هي المعايير، إنه الزوجة ما هي يعني. خلينا نضرب مثال عشان الموضوع يختصر أكثر. زي كان واحد راح يشتري سيارة اليوم، إذا أنت راح تشتري سيارة ما راح تشوف بس الشكل، راح تشوف الصيانة وراح تشوف الضمان وراح تشوف احتياجات السيارة على المدى الطويل. صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب هذا مع فرق التشبيه، لكن هو تشبيه يعني مجازي، يعني يناسب الموضوع. الزوجة كذلك لازم تشوف أهل بيتها، لازم تشوف أخلاقها، عائلتها، والدتها، سيرتها، سمعة العائلة. بعدين تنتقل الى احتياجاتك انت الشخصيه، لانه انت لما تتناسب مع فتاه تتناسب مع بيت كامل، انت ما تتناسب مع فتاه فقط. فبالتالي الشكل لحاله ليس كل شيء. ممكن انت تشوف شيء يكون جميل جدا، لكن لازم تشوف المحتوى، ايش هو المحتوى تبع هذا. طيب اعطينا الطريقه هذا كله نحن متفقين معها، احنا مختلفين في قضيه في الكيفيه كما قالت الاستاذه خديجه. يعني انت ما تريده كلنا نريده، لكن
كيف كيف أن نصل لهذه المعلومات؟ هنا الكلام. طيب نحن الآن في عالم سريع، ويعني وسائل التواصل موجودة في كل مكان. أنت لازم أقل شيء ممكن تعمله أنك تحصل على وسائل التواصل لهذه الزوجة. يعني عندك تويتر، وعندك انستغرام، وعندك الواتساب، وعندك تليجرام، والقائمة تطول يعني. فأنت لازم أول شيء تحصل على وسائل التواصل الاجتماعي، وترى كيف هذا الشخص يغرد، وكيف هذا الشخص يفكر، وإيش آراءه في الأمور المختلفة والقضايا الحالية، وكيف تفاعله تجاه المستجدات. هذا كله يعطيك انطباع كيف هذا الشخص يفكر. هذه مرحلة أولى. إذا لقيت في هذه المرحلة إنه هذا الشخص مناسب لك، تنتقل للمرحلة الثانية بإنك تتواصل مع الشخص بطريقة غير مباشرة. مش شرط إنه أنت توضح نفسك وتروح عن طريق الأهل، وأنا الشخص الفلاني اللي جاي يتزوج، لا أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، أنا قمت بهذا الشيء. لازم أنت تتواصل بطريقة غير مباشرة، عن طريق الشات، عن طريق كذا، وتحاول تدخل مثلا معها في كلام. لسه الآن ما في خلوة أعتقد في هذا الموضوع، فأنت تدخل معها في حديث، وتدخل معها في كذا. خطير أستاذ سراج. طيب واصل. يعني أهم شيء لا ترتكب حراما. واصل. نعم يعني في عندك ابواب كثيره تقدر تطرقها بدون ما تصل الى الحرام. خط الحرام بعيد عنك، يعني الحلال واسع جدا يعني. فتقدر تتواصل معها زي ما تفضلنا عن طريق الشات، عن طريق كذا، وممكن يرتقي في مستوى معين انك ممكن محادثه صوتيه، او ممكن محادثه مرئيه. فهمت علي؟ اذا كمان تجاوزت هذه المرحله ولقيت انه هذه الفتاه مناسبه، خلاص الان انت لازم تجد شخص مناسب داخل العائلة ممكن يسمح لك تتقابل معها بشكل فردي بدون ما تدخل الأهل والأمور الرسمية في الموضوع. فممكن يعني يكون عندك علاقة كويسة مع أخ من الأخوان، أو مثلا مع قريب من الأقرباء، بحيث إنه يقدر يخليك تتقابل مع الفتاة بوجوده يعني عن بعد، يعني لأن أنت في النهاية تبغى الحلال يعني، بس في نفس الوقت ما تبغى تدخل الأهل في الموضوع لأنه يمكن المرحلة مبكرة شوي. جميل. يعني هناك وسائل كثيرة. يا سلام يا سلام. نعم. وسائل كثيرة. نعم. تغنينا عن الوقوع في الحرام، ونستطيع أن نجمع المعلومات. نعم. الكافية، ثم تكون نعم. الخاتمة هي النظرة الشرعية، أليس كذلك؟ نعم يعني أنت إذا تجاوزت هذه المراحل إن شاء الله النظرة الشرعية يعني هي بس مجرد يعني لقاء حي أخير يعني قبل الدخول في الأمور اللي هي يعني ايش يسموها هي يعني الخطبه والملكه والايام السعيده الجميله قبل ما تدخل في الزواج. ولما تدخل في الزواج طبعا حياه ثانيه لها تحدياتها يعني. نعم. شكرا لك. نعم. الاستاذ ياسر سراج، كنت معنا من تورنتو. طرح جميل ووسائل كثيره ورساله لكل الشباب. بالمناسبه الاستاذ ياسر سراج هو من الشباب الحيوي القائم والمطلع على كل مشاكل الشباب، وليس هو شيخا كبيرا ولا عجوزا، وإنما هو شاب من الشباب عشر هذه الحياة. وأهلا وسهلا بك أستاذ سراج، إن شاء الله نستضيفك كرات ومرات. نعود الآن إلى شيخنا وحبيبنا الشيخ جمال من برمنغهام. الآن الميكروفون لك يا شيخ جمال، سنعطيك إن شاء الله، معك 10 دقائق. طيب السلام عليكم، تسمعوني؟ جدا. طيب لأن أنا شايف شاشتك ثابتة يا شيخ برهان فأرجو أن شاشتي أنا أيضا يعني لا، شاشتك متحركة طيب. في قناة سلام. أهلا وسهلا. طيب أنا ما استمعت للحلقة كاملة من البداية، ولكن هذه حلقة معادة أو مكررة. يمكن الآن فرق أنه فيها شوية مجال للتعليق بشكل أوسع مما سبق. لا، ليست هي مكررة، هي فيها إضافات جميلة. ذكرنا في هذه الحلقة أن بعض الشباب يقول لك ليس كل الأسر التي تزوجت بالطريقة التقليدية نجحت، وليس كل الأسر التي تمت يعني بالمخالفات الشرعية أيضا فشلت. فبالتالي هناك مندوحة، لا تشددوا علينا في هذه الأمور، أعطونا يعني مجال. يعني كأنهم يقولون أن هناك يعني الانفتاح الموجود في الغرب وتقليد الغرب يتيح لهم أن أشبه ما يقول الضرورات تبيح المحظورات. كأنهم يريدون هذا، كانوا يقولون ما دمنا نحن في مشقة شديدة فأبيحوا لنا أننا نلتقي بهن ونسمع منهن ويسمعون منا ونراهن ويريننا، وهكذا. هذا هو الطرح الجديد في التعمق
في هذا المجال يا شيخ جمال، هل فعلا الأسر تلك فشلت بهذا أو لا؟ ثم هل هناك وسائل أخرى طرحها الأستاذ ياسر سراج، وأيضا يعني كان إضافة جميلة من الأستاذة خديجة في قضية السؤال، من حقهم أن يتعارفوا ولكن الكلام هو كيفية التعارف، هنا الكلام. وطرح جميل أيضا من المهندس حسين في هذا المجال، وكان حقيقة فاتحة هذه الجلسة من الشيخ محمد عبد الله بأن نحذر في تقليد الغرب وأن نكون يعني على حذر شديد من ذلك. هذه هي خلاصة هذه الحلقة، فليس تكرار يا شيخ جمال، لو سمحت احترم نفسك، ليس هناك تكرار. طيب، أولا أنا أريد أن أؤسس لبعض المعلومات. أولا هذا الكلام في هذا الموضوع له جانبان، جانب شرعي وجانب عرفي. الأمر الثاني، وأنا سأتطرق إلى هذا الشيء، الأمر الثاني هذه الصورة المأخوذة. أنت الآن تناقش موضوع ثم تقول أن السبب الباعث لمناقشة هذا الموضوع هو أن بعض الإخوة من الغرب يريد أن يحصل مثلا على تبرير شرعي لمخالفة شرعية معينة بسبب الوضع يعني الانفتاح الموجود في الغرب. بداية يا شيخ برهان، ليس كل الأسر التي تعيش في الغرب منفتحة، بل إن هناك أسر كثيرة جدا، وأنا أحدثك الآن من برمنغهام بمعرفتي بكثير من الأسر محافظة أكثر من كثير من الأسر الموجودة في بلاد المسلمين. وهذه نقطة قد تكون مفاجئة للكثير، لكن هذه هي الحقيقة. وإذا عدنا بالذاكرة إلى الخلف ونظرنا في بعض المجتمعات المنفتحة في البلاد العربية مما كان يغزو بيوتنا من المسلسلات، لوجدنا أن الزواج أو التعارف قبل الزواج كان سمة بارزة في كثير من بلاد المسلمين. تمام. والمسلسلات والإعلام العربي الذي كان يبث ويغذي عقول المسلمين في فترة من الفترات ولا يزال إلى الآن، هو أصلا مبني على أن التعارف وأن خروج الخاطب والمخطوبة إلى الخارج كان يعني أمرا مبررا ومسلما مجتمعيا، يعني كان المجتمع وكان العرف يبرر مثل هذا. بل إن الخاطب كان يدخل إلى بيت مخطوبته أمام أبيها وأمها ويأخذها بالسيارة ويذهب قبل كتابة العقد، وكان هذا يعني في بلاد المسلمين. طبعا هذا لا يجيزه لا شرع ولا دين ولا عرف، يعني عرف إسلامي. فبالتالي أريد أن أعدل هذه المعلومة، وهي قضية أنه والله الوضع في الغرب ما هو صحيح الكلام. هذا الوضع يعني من زمان في بلاد المسلمين فيما يتعلق بقضية التعارف. بل إن الآن نحن نشهد، هل الصوت مسموع؟ جدا مسموع، وما حبيت أقاطعك، لذلك أنا يعني آثرت الأدب. لا يا برهان، خلي الشاشة، خلي الشاشة بيني وبينك، لأني ما أشعر بالراحة أتكلم وما أشوفك، يعني أبغى أشوف تقاسيم وجهك والتعبير عشان يكون الطرح مسترسل. فيا طيب هذه النقطة خليني أجل أعلق عليك. النقطة الأولى بأنك تقول هناك مخالفات شرعية في بلاد المسلمين، نعم، لكنها مرفوضة. والأسر التي تعطي دقيقة لو سمحت، الأسر التي تسمح لبناتها أن يقوموا بهذا هي أسر منبوذة وأسر منكر عليها. وحتى لما كانوا الناس ينصحون يقول لك خليك يا أبويا روح العمرة يغسل ذنوبك كلها، هذا موجود هم مستنكر عليهم. نحن لا نستدل بهم. يا شيخ برهان، أنا ما أقصد أننا نبرر، أنا أقصد أن هذه المسألة ليست خاصة بالغرب، وليست هذه المسألة مما أفاض به الغرب أو الذين يعيشون في الغرب هم المنفتحون. لا يا شيخ جمال، ألم تقل أنت في الحلقة الماضية بأن اليوم الواقع اختلف وأن الأمور اختلفت وأن الرجل الشاب يجد المرأة في الجامعة؟ ليس في بلاد الغرب. هذا الاختلاف وهذا الانفتاح أصبح في بلاد المسلمين في بعض الحالات أصعب من بلاد الكفار. تعرف ليش يا برهان؟ شيخ برهان، اليوم الانفتاح، طبعا دائما الذي ينفتح في بداية انفتاحه لا يكون لديه يعني انضباط، فيأخذ ما هب ودب ولا يستطيع أن يفرق، ويختلط عليه المحرم شرعا بالمحرم عرفا. وهذه مشكلة كبيرة جدا. اليوم مجتمعات المسلمين يا شيخ برهان في بلاد المسلمين يعني بسبب العولمة ودخول الإنترنت ودخول البرامج والتطبيقات وما إلى ذلك، أصبح عندنا إشكال في هذه القضية في بلاد المسلمين قبل بلاد غير المسلمين. فهذه نقطة يجب أن لا نقول إن هذا الحكم
خاص ببلاد غير المسلمين، وأن الانفتاح هو سببه يعني الموجود. فالانفتاح أقصد أنه المشكلة أصبحت مشكلة كبيرة. طيب والمتمسك بدينه في بلاد المسلمين. الحلول الشرعية والحلول العرفية، كما أنت يعني في فاتحة كلامك قلت جانب شرعي وجانب عرفي، عطنا الحل. طيب الآن إحنا لما نيجي نتكلم عن مشكلة عمت بها البلوى، أولا لازم نشخص الوضع يا شيخ برهان. اليوم الشاب يلتقي بالشابة في الجامعة، ويلتقي بها أيضا في مقر العمل، وهذه بلاد المسلمين يا شيخ برهان وليست بلاد غير المسلمين. اليوم الخطط تقول بأن المرأة سوف تحل محل الرجل في 50% من الوظائف. أنت تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ لما يكون المجتمع، الدول تقرر أن تخرج المرأة لتذهب بها إلى الجامعة المختلطة، لتذهب بها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتذهب بها إلى المواصلات، لتخرجها إلى مقر العمل بنسبة 50%، هذا ماذا يعني؟ معنى أن الاحتكاك ما بين الرجل والأنثى وبين الذكر، بين الشاب والشابة، سوف يكون على أشده. هذه لم تشهدها بلاد المسلمين سابقا يا شيخ برهان. وبالتالي ما هو الحل؟ هذه نقطة. النقطة الثانية الأفكار التي انتشرت، الوصول إلى المرأة، تغذية عقل المرأة، النسوية، الانفتاح، الأفكار ليست هي الأفكار التي كانت من قبل. وبالتالي نحن الآن عندنا تغير في المجتمع، تغير في مرئيات المجتمع، في عقل المرأة، في عقل الشاب. طيب هذا هو الغزو الفكري الصليبي، هذا هو الغزو الفكري الصليبي الذي يريد أن يهدم يعني عفتنا ويهدم تقاليدنا وشريعتنا الإسلامية. نحن الآن شبابنا هؤلاء تأثروا بهذا، وبدأوا يسألون، هم يعيشون بين طرفي نقيض ما بين مخافة الله عز وجل ورغبتهم في الدخول إلى هذه المناقشات من خلال إيجاد حل شرعي. يعني المسألة واضحة، هنا خايف هو من النار. يا شيخ برهان، الحل الشرعي هو أن نعرف بالضبط ما هو الممنوع، ونفهم بالضبط ما هو المباح، ثم نذكر الناس بالله، المراقبة، الخوف من الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أول شيء ما هو الممنوع؟ ما هو الممنوع؟ الممنوع يا شيخ برهان في علاقات الرجل بالأنثى. وبالمناسبة هذا الحكم ليس خاصا بالشباب، بل حتى الكبار مخاطبون بهذا. هذه العلاقة، علاقة الرجل بالأنثى، ليست خاصة بعلاقة الشاب الذي يريد أن يتزوج. حتى إحنا ككبار علاقتنا بالنساء المتزوجات وغير المتزوجات تحكمها هذه الضوابط. فلا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول، ولا أن تخرج متعطرة، ولا أن تخرج كاشفة لشعرها، ولا متبرجة، ولا أن يكون سبب علاقتها بالرجل إقامة علاقة غير شرعية. هذه الضوابط، ولا خلوة غير شرعية، هذه الضوابط تحكم العلاقة. من يريد أن يقيم علاقة ما بين الذكر والأنثى من أجل الزواج أو أي علاقة أخرى. فحتى المرأة لما تقول أنا بروح أتعلم، نقول لها تروحي تتعلمي في الجامعة بشرط أن لا يكون هناك اختلاط، أن لا يكون هناك خضوع بالقول، أن لا تتعطري، أن لا تكوني متبرجة، أن لا تكوني سافرة. والرجل حينما ينظر إلى امرأة ويطبق هذه القواعد، هذه ليش الله سبحانه وتعالى يا شيخ برهان جعل هذه الضوابط؟ حتى لا يقع المحظور الأعظم وهو طيب هذه كل الأمور يا جمال. يعني أوشكنا على نهاية الحلقة، نريد منك باختصار توجيه الشباب كيف يتعرف على من يريد أن يتزوجها. يعني الأستاذة خديجة لخصت قالت الموضوع كله في الكيفية، وأخونا ياسر سراج ذكر يعني مجموعة كبيرة من إمكانها أن يستطيع أن يصل إلى يتعرف بالمرأة. تمام؟ أنا يا شيخ برهان أنا لن أحدد طريقة توصل الشاب إلى الفتاة، لن أحدد، لأن الطرق مثل ما ذكر الشيخ ياسر طرق كثيرة. أنا يهمني أن لا يقع المحذور الشرعي الذي ذكرته، فلا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن ينظر إلى مفاتنها، ولا يجوز لها أن تخضع بالقول، ولا يجوز أن تكون متعطرة، ولا يجوز المحظورات الشرعية. أي طريقة توصل الشاب إلى الشابة لكي يتأكد من معلوم مثل ما ذكر الشيخ ياسر خالية من هذه المحرمات، فلا مانع شرعا، سواء اختلف العرف أو لم يختلف. إذا كان يستطيع الشاب أن يجلس مع الفتاة
بوجود أهلها وينظر. الآن الشباب لا يبحثون يا شيخ برهان، ليست عندهم إشكالية في النظر إلى وجهها وكفيها، لأنه أصلا أصبح كثير من البنات اللواتي يخرجن كاشفات عن وجوه، فهو يعرف أصلا ما إذا كانت جميلة أو غير جميلة، طويلة ولا قصيرة، سمينة ولا نحيفة. هذه الأمور أصبحت ليست هي المشكلة. جميل. فإذا يا شيخ برهان نحن يجب أن نبين ما هي العلاقة المحرمة والتي يجب أن تتلافاها الفتاة، وما هي العلاقة المحرمة التي يجب أن يتلافاها الشاب، ثم نقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لأنك أنت الآن لا تستطيع يا شيخ برهان، لا تستطيع أن تقيد الشاب ولا الشابة، لأن البنت تخرج ولا يراقبها إلا الله، وهو كذلك لا يراقب الاثنين إلا الله سبحانه وتعالى السميع البصير. لذلك أنا أدعو يا شيخ برهان من هذا المنبر، أدعوك يا شيخ برهان ألا نخوف الناس بالوازع المجتمعي. لم يعد للوازع المجتمعي أي مجال. اليوم كل إنسان كبير وصل إلى هذه المرحلة يعرف أن الذي يحاسبه هو الله. الشاب والشابة، الوازع المجتمعي هذا انتهى، لا يوجد إلا الوازع الإلهي، الخوف من الله. كلنا سيلقى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ جمال سعيد من بريطانيا. نتقدم إليك بالشكر الجزيل، كما نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ محمد عبد الله والأستاذة خديجة وأخونا ياسر، ونعتذر لأخونا أبو ياسر من بريطانيا وكل الذين وعدناهم ولم نتمكن من التواصل معهم، نعتذر لهم. والأمر أصبح اليوم واضحا كما ختم بها الشيخ جمال. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذه الآية كانت في مقام خطبة النساء وفي مقام الزواج، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحاسبه. هناك قبر، هناك حساب، هناك جنة أو نار. فعلى الشاب أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا يبني حياته بالمعصية، وعليه أن يعرف أن الذي يعطي السعادة هو الله، والذي يمنع السعادة هو الله عز وجل أيضا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفيها قال تبارك وتعالى أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعلى الشباب أن يتعلموا دينهم وأن يثقوا في دينهم وفي إسلامهم، فإن الله تبارك وتعالى لا يأمر بشيء إلا هو خير لعباده تبارك وتعالى، وكذلك رسوله ورحمة للعالمين. بالتالي ننهي هذا اللقاء بهذه العبارات التي ختمها المشايخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بناتنا وأن يهدي شبابنا لما فيه خيري الإسلام والمسلمين، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يحفظنا بحفظه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.